السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنعمل السمك المشوي. هنعمل سمك مشوي ورقاق وكله هنعمله في البيت في فرن البوتاجاز. جبت السمك اهو، بسم الله ما شاء الله، جميل وصاحي يعني حي. انا هطلع يا جماعه، كنت بخلي الاول الراجل يطلع لي المراره اللي جواه دي، لكن أنا قلت على ايه يعني، هو بيعمل اختراع، انا هشوف انا كمان واطلعها زي ما هو ما بيطلعها. جيت انا قطعت الحته اللي هي بتشبك راس السمكه ببقيه السمكه، وخليت كده بينهم، وهطلع هطلع المراره عشان ما تمررش السمك المشوي ده. ثم ان كمان ان انا هحشيه من جوه من غير ما اهي طلعت يا جماعه مني بسهوله، هي مره في مره هتطلع بسهوله ومش هتبقى فيه مشكله ان شاء الله يعني. هعمل حوالي كيلو دقيق، هحط عليه معلقة صغيرة ملح، واحط عليه معلقة متوسطة كده سكر، وعندي حبة لبن رايب اللي بيزيد مني يا جماعة بحطه في التلاجة لحد ما احتاجه. اهو حطيت اللبن الرايب وهعجن بيه، ولما احتاج مية هحط مية، هزود بمية يعني. هي كمية اللبن الرايب يعني حلوة كويسة يعني، مش قليلة ولا كتيرة. وهزود ميه وهعجن العجين دوت لحد العجينه ما تتلم في ايدي. هما دول حبه الميه اللي انا احتاجتهم. وبعدين اعجنها يا جماعه بردك كويس، لو انا عايزاها تقب كده ما تبقاش طالعه من الفرن مسكعه. اعجنها كويس جدا لحد ما الم كل الدقيق الموجود دوت، وتبقى عجينه ملساء كده كويسه. جماعه عشان هي ما فيهاش خميره، لازم بردك اتن، مش عشان ما فيهاش خميره خلاص لا، اتن بردك اعجن فيها كويس لحد ما تبقى لها قوام كده وحلوه يعني. بعد انا ما خلصت عجينها خالص، حطيت عليها حته سمنه وهحط عليها حبه زيت. وهقعد اعجنها تاني بردك كأني من الاول تاني. اي حاجه بردك لازم نهتم بيها علشان تطلع كويسه يا جماعه، زي ما بقول دايما كل ما اهتمتي بالحاجه تطلع كويسه ان شاء الله يعني كده بمشيئه الله. هحط لها حبه زيت كمان، وهتنعجن فيها بردك كمان شويه يعني. العجين دوت لازم بيحتاج صبر يعني، تقعدي تعجنيها كويس وتخدميها عشان تطلع معاكي كويسه. هتنعجن فيها لحد ما تبقى تتشرب كل الإدام بتاعها دوت، وما يبقاش فيها يعني ولا أي حاجة باينة. وبعد ما هعجنها هركنها شوية صغيرين، حوالي 15 دقايق كده، واقطعها. هي ما فيهاش خميرة طبعا، مش عايزة تخمر ولا حاجة. الرقاق احنا مش بنحط للرقاق خميرة. لبن وحبة مية وحبة ملح، معلقة صغيرة ومعلقة كبيرة سكر. لو انت ممكن تعملي بردك، لو مفيش لبن ممكن تعمليه بمية بس بتكتري بقى الإدام شوية، اللي هو الإدام اللي هو الزيت والسمن. هقطع العجينة هي كرات صغيرة بردك. لازم نراعي ان احنا هنطيبها في فرن البوتاجاز، ما تبقاش مثلا كبيرة قوي كده يعني. ولو عايزه تكبريها عادي بردك ممكن تكبريها، بس انا بحب الرقاق صغير، ما بحبوش كبير قوي. لو في فرن الغاز كنا بنعمله كبير. وهو وقطعته وسبته بردك ارتاح شويه علشان يبقى سهل في التبطيط. بططت واحده هي قدامكم سهله جدا. عمال الرقاق ديت من الحاجات الممتعه يعني، حاجه جميله جدا يعني. انا بططت 3 4 كده قدامي الاول علشان ما سيبش فرن البوتاجاز والع على الفاضي يعني، عبال انا ما اخلص. اهو افردها ما بتبقاش رفيعه قوي او تخينه قوي. اهو بحطه بردك، حطيته على الرف الثالث اهو، بسم الله ما شاء الله. اهو الرقاق يعني هو مش قابب بس مبقبق كده يعني، مش حته واحده كده بردك في حاجه يعني. اهو بسم الله ما شاء الله جميل اهو. البوتاجاز ده شايف الذل معايا والله، كتر خيره. اهو بطلعها يا جماعه، دي كنا بنقول عليها النواره الصفراء، ما بنسيبهاش اكتر من كده عشان الرقاق ما ينشفش. دلوقتي هجيب الرز. عملت رز بردك معايا في الفرن. حطيت عليه اللبن وميه وهقلبه، وبعد ما اقلبه ارش عليه الملح بس. طبعا انا ما بقلبش الملح يا جماعه فيه، احط الملح كده بس
وزي ما قلت قبل كده ان دي نصيحة من واحدة قريبتي، قالت لي لا ما تقلبيش الملح علشان الملح ما يسقطش تحت في القعر الرز فيخليهولك مالح. كمان حطيت البتنجان معايا، وهحط بطاطسايه كمان. هنعمل بابا غنوج، وهنعمل التوميه المصري بتاعتنا اللي هي بنقول عليها توميه او سلطه بطاطس او بطاطس مهروسه كده يعني. هنا انا هقطع الحشوه بتاعه السمك المشوي. انا قلت يا جماعه ان انا هحشي السمك من جوه بتتبيله كده بسيطه معينه كده. عشان كده انا بخزن اللي هو الجزر بكميه، علشان انا بحبه في حشو السمك المشوي او السنجاري، او ممكن بردك السمك البلطي لما اجي احمره ممكن احط فيه حبه جزر كده بيخلي له طعم حلو. حطيت حبة جزر وحبة خضرة اللي هي ديت شبت على كزبرة، وحطيت الدقة اهيت، واحط كمون واحط كزبرة ناشفة وحبة شطة حمرا، وهقلب كل دوت مع بعضيه. وطماطمايه صغيرة كده، حطيت طماطمايه صغيرة كده يعني ايه تطري السمكة من جوه، علشان انا شايلة المصارين بتاعتها ما فيهاش قلبها كله انا شايلاه، فعشان ما تنشفش مني في الفرن، خاصة ان ده فرن البوتاجاز، فانا عامله لها التتبيله دي. ممكن لو انا ما عرفتش اشيل المراره من يعني من فوق كده افتحها واحط الدقه ديت بردك، يعني مش ما فيهاش حاجه. لو انا فتحتها من بطنها وحشيتها التتبيله اللي هي بتاعتها دي بتطريها عوضا عن قلبها يعني اللي جوه. طبعا انا ما بنضفش السمك وما بشيلش القشر بتاعه يا جماعه اللي بره، ولا الزعانف ولا الحاجات دي، لان انا ده سمك مشوي هعمله زي اللي الراجل بيعمله في السوق ده عادي يعني. وبعدين جبت رده، وانا يا جماعه دهنت نسيت اقول لكم ان انا دهنته بحبه زيت شويه صغيرين يعني. حطيت رده هون عليه، وهحط كله يعني هعمله بالردة جامد يعني كده، بخليه مبلول شوية علشان الردة تلزق فيه ما بيبقاش ناشف، عشان الردة تلزق في السمكة كده وتحميها، خاصة ان الردة دي ناعمة مش ردة خشنة اهو. بسم الله ما شاء الله جميل. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو يا جماعة ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة لو عجبتكم يعني. اتمنى انكم تقدروا مجهودي ويعني وتحطوا لي لايك واشتراك في القناة، وتعليق جميل بردك من حضراتكم بيسعدني. هو الرز يا جماعة هو نقرب يستوي، وحطيت السمكة هو على ارضية الفرن، وحطيت معاه 3 قرون فلفل كده، بيبقى جميل قوي الفلفل المشوي ده بيبقى طعمه جميل. عملت اللي هي التومية او البطاطس المهروسة، حطيت عليها شطة وكمون، واحط عليها حبة دقة من اللي انا عاملاها معاكم دي يا جماعة، خزناها مع حضراتكم، اللي هي دقة التوم بالفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. معلهاش توابل، بحط التوابل دلوقتي، بحط التوابل وانا بستخدم الحاجة اهو، وهقلبها كويس. احط لها حبة خل، وهحط لها يا جماعة معلقة ليمون. انا بحط للبطاطس التومية المصرية بتاعتنا دي او البطاطس المهروسة دي، بحط لها خل وحبة ليمون، وادوق الحدق بتاعها، اشوفها لو عايزة ملح ولا لا، واحط لها بطرف ايدي كده يعني اهو. بسم الله ما شاء الله بتبقى جميله وطعمها في منتهى الجمال. انا هنا بردك دي يا جماعه حته تومه انا زودتها لها، وعملت بردك البتنجان بابا غنوج، عملته شويته بردك في الفرن، بس انا لقيت البتنجانيه ديت صغيره، شويت كمان واحده يعني ما لقيتها صغيره كده، جيت شاويه الواحده التانية، بس كان الفرن خلاص يعني، جيت شاويها فوق على البوتاجاز من فوق. على فكرة يا جماعة انا ممكن الرقاق بردك اعمله على عين البوتاجاز من فوق مرة بردك، ان شاء الله هعمل معاكم الرقاق على عين البوتاجاز من فوق، علشان بردك اللي البوتاجاز بتاعها ما بيولعش او مش كويس، الفرن بتاعه يعني مش كويس، نعملوه بردك معاها من فوق ان شاء الله. اعمل معاها الرقاق من فوق، اطيبه فوق على عين البوتاجاز. ادي بابا غنوجه هي بردك، بحط عليها دقة توم وكمون
ودقة توم وكمون وشطة ناشفة، وبحط عليها حبة خل، واحط عليها توم، واحط عليها حبة زيت. كان عندي نص زبداية كده، قلت اعملها فيها كده تديها طعم جميل، بس انا ما ضربتهاش في الخلاط. لو ضربتها في الخلاط برضك بيبقى طعمها حلو، بس انا قلت يعني ده نص زبداية يعني مش مستاهلة. وعملت كمان واحدة بابا بتنجانة كمان عشان تكتر بابا غنوج شوية. وادي السمك اهوت يا جماعة، طلع بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال، والله جميل جدا يعني. انا قلت اعمله في البيت يعني نقلل التكلفة شوية، واهو بردك مع ان السمك مش رخيص، يعني السمك غالي مش رخيص. وحطيت ملح، زودت الملح لان ضربت الدقة دي في الخلاط يا جماعة. حطيت فيها كمون وكزبرة ناشفة وحبة شطة ودقة من اللي انا عاملاها، وده كزبرة خضرة وحبة شبت، وضربتهم في الخلاط وحطيتهم على السمك وهو سخن اهو. بسم الله ما شاء الله اهو جميل في منتهى الجمال. وحطيت بردك حبة جزر وطماطم وحاجات كده فوقها. وديت دوت كان فطارنا النهارده، وكان باقي عندي يا جماعه كنافه، فمرضتش اعمل كنافه تانية من اللي انا كنت عاملاها المره اللي فاتت. حطيت اهوت بسم الله ما شاء الله، شكل السفره في منتهى الجمال. وكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله، سهله وبسيطه وتكون معموله بردك في البيت، ما نحتاجش نشتري حاجه من بره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.